مساء الفل وأهلا بيكم. تبدأ الحلقة بعد موناليزا وباباها ما سافروا الإسماعيلية. كل ده وما قالش الموناليزا إن مامتها ماتت، وأول ما بيوصلوا وبتشوف الناس وبتسأل هو ده عزا مين، محدش بيقول لها. لكن لما مش بتلاقي مامتها معاهم بتعرف إنه عزاها وبتقع من طولها. ونرجع بقى بيت حسن بعد ما طلق موناليزا ومشاها من البيت من غير شنطة هدومها. بيدخل هو ومامته أوضة عالية، ومامته بتقول لها ما تكلمناش علشان ما يشمتوش فيكي. حسن بقى بيقول لها مين اللي حملك اللي في بطنك ده؟ بابا يبقى مين؟ قالت له مالكش دعوة، ومحدش في البيت ده يحاسبني، كل واحد فيكو على راسه بطحة. قال لها لازم اعرف علشان يا اما يتجوزك يا اما يدفع. ردت عليه عالية وقالت له هو انت كنت اديتني حاجة من فلوس القرض اللي قلبته من مراتك؟ مامتهم بقى اتصدمت وكأنها ما كانتش تعرف خلفتها شكلها ايه. بتقول لهم انتوا الاتنين بذرة شيطان، وبتسيبهم وتطلع بره الأوضة. ونروح بقى الإسماعيلية نشوف موناليزا اللي حزينة قوي على مامتها، واختها بتدخل تتكلم معاها بمنتهى القسوة وتقول لها انت حزينة، اصلا انت السبب في اللي جرالها. اليوم اللي جه فيه زميلك وقال لك متأخرة الجمعية بقالك كذا شهر ولازم ياخد الفلوس، وكنا في زنقة ومعناش فلوس نديها له عشان المحصول ما جابش تمنه. وقتها قال هيخلي سيرتنا على كل لسان، لولا أيمن خطيبي دفع كل الدين بتاع الجمعية اللي كان عليكي. أمك بقى ما تحملتش الإهانة وقلة القيمة اللي حصلت، وقعت من طولها اتقهرت. موناليزا بتقول لها أنا كمان كنت عايشة في قهر وذل ومهانة، ولا بتقول لها كلمناكي 1000 مرة عمرك ما رديتي علينا. باباها في اللحظة دي بيدخل يقول لها كفاية يا بنتي كفاية، ما تقسيش عليها أكتر من كده، ويقول لها سيبينا شوية لوحدنا. وبيقعد مع موناليزا ويقول لها ما تزعليش، أصل العتاب دايما بيبقى على قد الغلاوة. حسن بقى قاعد مع راغب صاحبه واخته، بيعملوا عليها التمثيلية اللي هيخلوها تتعلق بحسن ويتجوزها. طبعا عارف كل حاجة عنها من أخوها، وهي بقى بتنبهر بيه، وبيعرف يضحك عليها بسهولة جدا. ولما سألته عن نفسه قال لها إنه لسه مطلق ومر بتجربة صعبة قوي. كان فاكرها بتحبه، إنما طلعت كانت متجوزاه علشان فلوسه هو وعيلته. ولما مروا بأزمة مالية بانت على حقيقتها وطلبت الطلاق، إنما هو اداها كل حقوقها وانفصلوا بالمعروف. الراجل بيحكي عكس اللي عمله بالظبط. بس هنستغرب ليه؟ حسن ده ملك الكذب والغش، بس المرة دي بقى شكلها هي اللي هتطلع عليه القديم والجديد. ما هو ذنب ناس بتخلصوا ناس، وحق موناليزا هيجي على ايدها. ابتسام ومحمود بيسافروا الإسماعيلية علشان يعزوا موناليزا، وبيعتذر لها إنه بعت رسالة لباباها. هي بتقوله لولا الرسالة دي ما كنتش حضرت عزا أمي، وبتشكره وهو بيقول لها الحمد لله ربنا نجدك من اللي كنت فيه، يقصد طبعا أهله. موناليزا بقى بتقول لابتسام ال50,000 اللي خدتهم منك في ذمتي اليوم الدين. وردت ابتسام وقالت لها دين ايه بس اللي بتتكلمي عليه؟ ما انتي هترجعي وهنعمل مشروعنا احنا اصلا شركاء. بتحاول بقى موناليزا تعرف اختها على ابتسام ومحمود، لكنها ما بتديلهاش فرصة وبتدخل تقعد وسط الناس. راغب بقى بيقول لحسن انت قلت ايه لاختي؟ ما بطلتش كلام ولا اسئلة عنك. قال له قلت لها اللي اي ست بتحب تسمعه. راغب قال له لا خد بالك دي اختي مش واحدة من الشارع، يعني سرسب منها الفلوس كده واحدة واحدة من غير ما تحس، ولو حبيتك بجد هتديك عينيها. حسن بيقول له هو انت مش واثق فيا ولا ايه؟ في الإسماعيلية بقى موناليزا قاعدة مع باباها وخطيب أختها. باباها بيقول لها أنا لازم نروح لحسن علشان أجيب كل حقوقك وحقوق اللي في بطنك. هي بتقول الناس دول مش كويسين ومش هنعرف نعمل معاهم أي حاجة. قال لها لأ، حقك مش هسيبه. خطيب ولاء بقى قال له خلاص أنا هاجي معاكم. وبتطلع ولاء من أوضتها تقول له أنا مخنوقة يلا نخرج، وتاخده من وسطهم. ولما بينزلوا بيقول لها ليه كده؟ كنت عايزة أسافر معاهم نجيب حق أختك. قالت له أنا ماليش إخوات، هي اللي بعتنا، دي واحدة أنانية. قال لها أختك مش أنانية وانت من جواكي عارفة كده كويس قوي. لما بترجع بقى بتلاقي اختها قاعده على السلم منتظراها، وبتقول لها ليه بتعامليني كده؟ ردت وقالت لها عشان انت السبب في اللي جرى لماما. قالت لها لا اعمار بيد الله يا ستي. وسالتها قالت لها هو الكلام اللي انت قلتيه ده كنت تقصديه؟ عشان لو تقصدي يبقى عمرك ما شفتينا اخوات. قالت لها كل كلمه قلتها كنت اقصدها.
اتصدمت من كلامها وبتحاول تبرر لها سبب بعدها الفترة اللي فاتت، لكن ما بتسمعش ليها ولا كلمة، لدرجة إنها بتقول لها كل الناس كانت شايفاها مسكينة ويتيمة، لكن هي عمرها ما حست بكده أبدا. كانت شايفة خالها ومراته هم باباها ومامتها وولاء أختها. بتقول لها ويا ريتك بقى قدرت الجميل ده يا موناليزا، وبتسيبها وتدخل البيت. بعد كده بقى بتسافر موناليزا هي وباباها لوحدهم من غير خطيب اختها. ولما وصلوا الشارع اللي فيه بيت حسن بتقول له يلا نرجع الاسماعيليه، انا خايفه قوي الناس دول مش كويسين. قال لها ابوكي معاكي ما تخافيش. اول حسن ما فتح لهم الباب بيبص له ويقول له ايه اللي جابك هنا؟ قال له انا جاي اخد حق بنتي. رده قال له بنتك ملهاش حقوق عندي. بيسيبه بقى ويدخل لباباه جوه ويقول له ليه يا توفيق ما ربيتش ابنك على الاصول وفهمته ان ولاد الناس مش لعبه؟ وليه سبته يعذب بنتي بالشكل ده وما صنهاش؟ وبيدخل حسن بقى يزعق ويقول له ده مشلول مش هيرد عليك ولا هيفيدك بأي حاجة. وبيقول لحسن عايز حق بنتي واللي في بطنها بدل بهدلة المحاكم. بصله قال له حق بنتك ايه اللي جاي تدور عليه؟ بنتك معيوبة وانا ساكت من يوم ما اتجوزنا وما رضيتش اتكلم. مامته بتقول له ليه يا ابني كده بس؟ ليه كده يا ابني؟ ليه ربنا امر بالستر؟ ما تفضحهاش، ما انا حلفتك انك ما تتكلمش. طبعا موناليزا هتتجنن مش مصدقه اللي بتسمعه. باباها بيقول لها انا عارف يا بنتي، انا عارف ان هم كدابين، انا عارف، انا عارفك كويس واثق فيكي. هم بيعملوا كل ده عشان ياكلوا حقك. ام حسن بقى بتقول لها خدي بالك انت في العده، وممكن ابني يردك في اي لحظه وملكيش عندنا غير السكنه واللقمه. حسن بصلها وقال لها واحنا فيها انا رديتك. وشدها بكل قوته ودخلها الحمام وقفل عليها. وطلع بقى يشد ابوها علشان يطردوا بره الشقه. وبيجرجروا على السلالم وبتخبط على الباب جامد جدا، انما بقى محدش بيفتح لها وهو بيشد ابو موناليزا علشان يجرجره وياخده ويرميه بره البيت. طلعوا بره البيت وقفل الباب. الجيران ملمومة قالوا له روح القسم واعمل فيه محضر. حسن بقى فتح لموناليزا وقال لها تمضي على تنازل عن كل حقوقك. في نفس الوقت أبو موناليزا ماشي علشان بيدور على الاسم وبيعيط في الشارع، وقع من طوله طب مات. أما حسن بقى كتب ورقة ومضاها على تنازل على كل حقوقها، وبعدين قال لها غوري بقى في داهية انتي طالق. قبل ما تمشي عالية بتشدها وتقول لها أنا لسه ما خدتش حقي منك، ولسه بقى هتمد إيدها عليها. موناليزا حبت تدافع عن نفسها فزقتها، اتخبطت جامد وقعت على الأرض. الله أعلم بقى هي لسه عايشة ولا خلاص فرقت الحياة. هنعرف أكيد الحلقة الجاية. أشوفكم بخير ومع السلامة.